ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ عاملين لكم بقى لحمه جميله حدقه كده وموزوزه بالمرقه وبالصلصه. اهو انا قلت لكم ازيكم عاملين ايه، اهو قدامكم، اهو قلت لكم الوقت، من شويه والوقت. يلا نشوف بقى وصفتنا الحلوه، وانا حلوه كده. اما بشوف نفسي بعرف انني حلو. إيه، يلا ادي اللحمه معانا بقى، كله لحمه محترم كده، ومعانا بقى شوية بطاطس وشوية جزر، ومعانا عاملين رز بشعرية جميل جدا اهو، لونه شكله حلو ازاي، مفلفل وحلو ازاي. الاكل الحلو بيبان من شكله، والحلو ما يعملش الا الحلو. خدوا بالكم الحتة دي، الحلو ما يعملش الا الحلو. شايفين بقى معانا، ودي المرقة بتاعتنا، الشوربة يعني. بس انا سويت اللحمة الاول، وبعدين بقى عملتها صينية، عشان طبعا اللحمة معروف ان هي بتاخد سوا شوية، فمش معقولة احطها مع البطاطس بقى وتستوي مع بعضها، لازم تستوي بشوربة الاول. تمام، عملنا معلقة زبدة على معلقتين زيت، وهنحمر البطاطس، عاملينها شكل اهي بالبتاع اللي انا بعمل بيها دي، اسمها ايه؟ المبشرة. لا، قطاعة، القطاعة. معانا شايفين التوم بتاعي اللي انا مخزناه، يا حلاوته يا حلاوته ويا جماله، وهو ابيض وحلو كده. اطلع الكيس احط منه على طول. حمرنا بطاطسنا، حمرنا البطاطس طريه، حمرنا البطاطس طريه بعد ما قطعناها وغسلناها. نحمرها تشويحه كده، تاخد لون الزبده وريحتها، وتاخد لون وشكل في الجريل او الطاسه بتاعتك. كنت اعملها في الطاسه العاديه عادي يعني، مش لازم طاسه الجريل. ويا حبايبي هنقول لكم ايه تاني؟ هنشوحها يعني تصفر بس كده، تاخد لون معانا على نار عالية عشان ما تستويش قوي. طلعناها اهو. حطينا بقى البصل في نفس مكان الزيادة اللي احنا عاملينها، اللي احنا مشوحين فيها، والتوم الجميل بتاع الحدق ده حطيناه علشان ياخد لون. مرضتش احطه مع البطاطس عشان ما يشعوطش، بالرغم كنت عايزه البطاطس تاخد ريحه، لو انتوا عايزين تحطوه مع البطاطس حطوه، تاخد الريحه بتاعت التومه كده وهي بتصفر كده، يا سلام يا سلام. والجزر في ناحيه، انا ما طولتش البصل كتير، ربك بس تشويحه، والجزر تشويحه، والبطاطسيه تشويحه. عايزه تحطي كوسه حطي، عايزه تحطي بسله حطي، اللي انتوا عايزين تحطوه مع اي خضار حطوه. فص حبهان على مستكة عشان يدي تطعيمة كده مع التوم. كانت جميلة وطعمها جميل. طشنا بقى الطماطم الفريش بتاعتنا اللي احنا عاملينها في الخلاط، ضربنا في شفشق الخلاط في قلب الزيت اللي فضل بعد ما رصينا البطاطس، بس هي تتنقش الوقت عادي يعني. وهنحط البصل، هي ما خدتش حاجة وبسيطة وسهلة، وتغيير عن الشرب. والله كانت شاربة من الصلصة كده، وفيها طعامة أحسن ما تحمريها وتلهلب ولا تعمل زيوت. طبعا اللحمة محلاها ان هي ما تتحمرش أصلا. معلقة صلصة مع الطماطم الفريش، أحسن حاجة ان هي بعد الشوربة تحطها كده، يا تاكلها بشوربتها، يا نحطها في الصلصة كده بتدي التطعيم. معلقة ملح، معلقة مرقة لحمة. أنا عندي مرقة خضار، لحمة، وعندي مرقة خضار، وعندي مرقة فراخ. طبعا اللحمة هنحط لها مرقة لحمة، وشوية السبع بهارات، ربع معلقة، وربع معلقة كمون، وربع معلقة فلفل أسمر، ومعلقة الملح اللي انت هتحطها، او نص معلقة، عشان تشوف انت هتحط ملح في الشوربة ولا لا. عايري بقى الحدق بتاعك على نظام الشوربة، وحدق يبقى للصلصة، لازم يعني يبقى لها حدق غير الشوربة. تمام. انا حاطة معلقة، لان طبعا كل ده الصلصة بالبطاطس بكل ده عايز ملح. حطيت شوية مية مع الصلصة. هتزودي بقى بمرقة، عايزة تحط كل مرقة ماشي. وهتنزلي لحمتك بقى اللي هي مستوية سوا الا شوية، يعني الشوية الصغننين دول مش مستوية او مهرية ولا مطلعاها جامدة، علشان هي هتدخل فرن مش هتطول يعني في الفرن. فخليكي بقى معايا نظام سواكي بقى.
يعني شوفي على ما قيمة ما البطاطسية تستوى، المفروض ان انت تطلعها مستوية، من اللحمة مستوية. هنحط بقى المرقة كده عشان كله يستوى ببعضه، وهندخلها الفرن على درجة حرارة من 180 أو 200 زي ما انت عايزة، على الرف الوسطاني، عشان كله يتخطخط ببعضه بقى ويستوى ببعضه كده، والصلصة تدوب في قلب الحاجات بتاعتنا الخضار. معلقة زبدة بقى على الوش كده، يا جمال ويا جمال، يا تكات ويا تكات، تدينا لون. ما نعتمدش ان احنا حاطين شوية مرقة وان اللحمة محطوطة، طالما مفيش فيها دهون كتير نحط حتة ايه، زبدة معانا كده مخليها طعمها جميل. متنسوناش في اللايك والاشتراك.